بعد وفاة جوزي بسبب مرضه ما كنتش أصدق إن ممكن كلب يخليني سعيدة أكتر مما كنت متجوزة. قبل ما تسمع القصة اعمل إعجاب واشترك في القناة. صاحبة القصة بتقول: أنا واحدة عندي 38 سنة، كنت متجوزة من 18 سنة بالظبط، وعايشة في فيلا في كومباوند مشهور، وجوزي كان راجل أعمال ناجح شغال في مجال المقاولات، مخلفة منه بنتين وبيدرسوا في مدارس دولية. ومن حوالي 2 سنين جوزي بدأ يشتكي لي إن هو تعبان ومحتاج يروح يعمل شوية فحوصات، ولما رحنا كشفنا اتطلب منه تحاليل معينة، وأنا اللي كنت متابعة حالته مع الدكاترة، وللأسف الدكاترة أكدوا لي إن هو عنده المرض الوحش وكمان في مرحلة متأخرة، وطلبوا مني إن أنا معرفهوش أي حاجة علشان حالته النفسية ممكن تتدهور بسرعة. وكان كل ما يسألني الدكاترة قالوا إيه أقول له بيقولوا نقص فيتامينات وإجهاد من الشغل وكده، والمفروض إنك ترتاح شوية. وخلال الفترة دي كنت عاوزة أستفاد منه أقصى استفادة، لأن في واحدة تانية هو كان متجوزها الأول ولسه على ذمته، وهو عنده عقارات وأراضي في أماكن كتير جدا، وبدأت أقول له إن هو لازم يرتاح على الأقل 2 أسبوع أو شهر في البيت زي ما الدكاترة قالوا لي. وفعلا سمع كلامي، لأنه فعلا كان خلاص ما بقاش قادر يروح الشركة بتاعته خالص، والموظفين اللي شغالين معاه بقوا يتصلوا بيه علشان في حاجات هتتباع وهتتسلم لناس تانية، ولازم يروح الشهر العقاري ويعمل لهم توكيلات، وهو ما كانش قادر يروح كل شوية يعمل الإجراء ده، خصوصا انتوا عارفين المصالح الحكومية بتبقى زحمة ازاي، وأكيد كان هيتعب. ودي كانت فرصتي اللي خلتني أقوله اعمل لي أنا توكيل بكل حاجة، وأنا هبقى أروح بالنيابة عنك وأعمل الإجراءات دي. وفعلا وافق إن هو يعمل كده. رحت تاني يوم الصبح خدته في عربيتي، لأنه خلاص ما بقاش قادر حتى يسوق العربية، ورحنا على الشهر العقاري وعمل لي توكيلات بكل حاجة تقريبا بكل المشاريع اللي عنده واللي شغال فيها حاليا. وبعدها ب2 شهر يحصل اللي الدكاترة قالوا عليه، وجوزي يتوفى. وانا ساعتها ما كنتش عارفة ازعل عليه والله افرح، علشان الثروة والحاجات اللي بقت ملكي اللي ما كنتش احلم في يوم من الايام انها تكون بتاعتي ومعايا. بس كنت طبعا قدام الناس اللي كانت بتعزي كنت عاملة نفسي ان انا منهارة بسبب فراقه يعني، وما كانش قدامي غير ان انا اعمل كده قدامهم. في الوقت ده مراته الأولى كانت بتحوم علشان الميراث. رحت بسرعة مكلمة المحامي بتاع الشركة اللي شغال مع جوزي، وقلت له أنا عاوزة أبيع كل الأصول اللي عندنا، وفهمت المحامي بتاع الشركة لو في أي حد جاله تبع مراته الأولى يعرفوا إن آخر فترة الشركة كانت بتخسر وباعها لناس تانية قبل ما يتعب. ورحت مدية للمحامي ده قرشين علشان يعمل اللي أنا عاوزاه، وفعلا بدأت أبيع كل حاجة وأحولها لفلوس، وحطيت الفلوس دي في البنك، وطبعا الحمد لله هي فلوس كتير جدا، وعايشة حاليا على الفوايد اللي بتجيلي منها كل شهر ومكفياني وزيادة. بعد الفترة دي بدأوا ناس قرايبي ومعارف وأصدقاء يكلموني على عريس إنه يتجوزني يعني، وإن أنا ما ينفعش أقعد لوحدي وكده، وإني لسه صغيرة وكده، وإن مهما كان أكيد هكون محتاجة لراجل في حياتي حتى لو معايا فلوس. وكنت متأكدة ومقتنعة إن كل اللي بيشوف لي عريس أو أي حد بيتقدم لي عاوز يتجوزني علشان طمعان في الفلوس اللي عندي، بغض النظر عن شخصيتي أو جمالي. لدرجة إن من ضمن اللي كانوا عاوزين يتجوزوني شاب عنده 25 سنة وما اتجوزش قبل كده. الموضوع كان باين قوي، وساعتها اعتذرت لهم كلهم وقلت لهم إن أنا مش ناوية أتجوز، وإني هعيش اللي باقي من عمري لبناتي وبس، علشان محدش يفكر يتكلم تاني في الموضوع ده. ومن حوالي سنة بدأت أحس بالوحدة، خصوصا الصبح لما بناتي بيكونوا في المدرسة، وبدأت أحس إن أنا محتاجة لراجل في حياتي
وفي نفس الوقت أنا مفهمة كل الناس إني مش هتجوز تاني. وبصراحة بدأت ألجأ لحاجات ما كنتش بعملها قبل كده إلا وأنا في سن الشباب. وكنت بتفرج على أفلام لما بكون لوحدي زمان قبل ما أتجوز، ولما بدأت أحس بالوحدة والحرمان حسيت إني ما بقتش مستحملة، ورجعت أتفرج تاني على الأفلام دي أول ما ولادي بيكونوا نايمين أو لما بيمشوا على مدرستهم الصبح علشان أرتاح بأي طريقة. وفضلت أتفرج على الأفلام دي تقريبا لمدة 4 شهور، وشفت كمية أفلام كتيرة جدا جدا، بس برضو ما بكونش مستمتعة زي ما يكون في واحد معايا. أنا بريح نفسي، بس لما يكون واحد هو اللي بيعمل كده معايا بيبقى الموضوع أكيد ممتع أكتر. وما كنتش عارفة أعمل إيه، لحد ما في يوم كنت بتفرج على فيلم غريب شوية، أول مرة أشوف كده في حياتي. لقيت واحدة معاها كلب صغير وقاعدة على السرير في أوضة النوم، وبدأت أتفرج أشوف إيه اللي هيحصل. لقيتها جابت الكلب قدامها وهي قاعدة، وكان معاها إزازة فيها مادة شفافة كده زي المية، بس ما كنتش متأكدة هي إيه بالظبط، وعاملة فتحة صغيرة في الغطا بتاع الإزازة دي. والكلب كان ملهوف قوي إنه يشرب من الإزازة دي. وبعد كده راحت ماسكة الإزازة وراحت منقطة كذا نقطة على المكان اللي انتوا عارفينه اللي هي عاوزة الكلب يلحس فيه. واتفاجئت إن الكلب طلع لسانه الطويل وفضل يلحس في المكان اللي فيه المية جامد وكتير قوي، لدرجة إني تعبت قوي لما تخيلت نفسي إنه بيعمل كده معايا أنا. وبقت كل البنت ما المية تخلص تحط مية تاني، والكلب يكمل لحس جامد في المكان اللي فيه المية، لحد ما كنت هتجنن وأعمل الفكرة دي. بس كانت مشكلتي الوحيدة إني أعرف الإزازة دي فيها إيه بالظبط. وفضلت أتابع تعليقات الناس اللي كانت تحت الفيديو. لقيت واحدة كاتبة إنها مية ومدوبة فيها المرقة بتاعة الفراخ، لأن الكلاب بتحب المية دي جدا، وبتقول إن لازم قبل ما تعملي كده تكوني معطشة الكلب عشان أول ما يشوف المية يفضل يلحس أول ما يشوفها. الفكرة عجبتني قوي، خصوصا إني بعشق الكلاب جدا، وكنت عاوزة أجيب نفس نوع الكلب اللي شفته في الفيديو علشان كان عجبني جدا ولسانه كان طويل بصراحة، بس ما كنتش عارفة النوع بتاعه اسمه إيه. رحت بحثت على الصورة بتاعته وعرفت النوع بتاعه، ودورت على حد عنده النوع ده واشتريته، وقعدته معانا كام يوم لحد ما خلاص خد علينا، وتقريبا بقى واحد من العيلة خلاص. لحد ما جيت في يوم كنت تعبانة قوي وقلت أجرب اللي أنا شفته في الفيديو، ورحت جبت إزازة مية وحطيت فيها نص مكعب مرق الدجاج ومليت نصها مية، وفضلت أهز فيها جامد جدا لحد ما مرقة الدجاج دابت خالص. أنا نفسي أجرب الموضوع، وفي نفس الوقت خايفة من الكلب يعمل حاجة بعد ما أنا أحط المية على المكان ده يأذيني أو كده. بس كنت كل ما أتخيل شكل الكلب وهو بيلحس في الفيديو اللي أنا شفته، وافتكر وش البنت وهي بتاكل في شفايفها وكان باين قد إيه هي مستمتعة بالإحساس ده، أكون متحمسة قوي إن أنا أجرب الموضوع ده وأجمد قلبي عشان أحس بنفس إحساسها. وفي اليوم ده أكلت الكلب كويس، بس ما حطتلهوش مية خالص من بالليل، لدرجة إنه بقى يلف في الشقة كلها يدور على مية، لأنه كان عطشان جدا، مع إنه صعب عليا قوي بس كان لازم أعمل كده. وتاني يوم الصبح البنات راحوا المدرسة، ورحت أنا داخل أوضة النوم وقلعت هدومي، ورحت جبت إزازة المية اللي أنا كنت مجهزاها من امبارح. الكلب أول ما لمح الإزازة في إيدي فضل يجري ورايا وينط عليا علشان عاوز يشرب.
الإزازة ساعتها كانت مقفولة بالغطا. رحت جايبة دبوس صغير ورحت خرم الغطا خرم صغير بحيث ينزل نقط بسيطة، ورحت قاعدة على السرير وحطيت الكلب قدامي بالظبط، ورحت جايبة الإزازة وبدأت أنزل نقطة نقطة على المكان اللي تعبني. لقيت الكلب بدأ يلحس في المية اللي أنا حطيتها عليه. ما كنتش مصدقة الإحساس من جماله، وفضلت أحط في نقط مية والكلب مش مبطل لحس لحد ما حسيت إني تعبت من اللي الكلب بيعمله وما بقتش قادرة استحمل. وفضل يلحس كده لمدة 10 دقايق، حسيت فيهم إني خلاص قربت أغيب عن الوعي من جمال المتعة اللي كنت حساها، لدرجة إني ارتحت من الكلب بس من غير ما إيدي تلمس أي حاجة. الموضوع عجبني أوي 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 وكنت مبسوطة جدا. وبعد ما ارتحت رحت جايباله مية وحطها له في طبق. فضل يشرب كتير أوي لحد ما شبع، يعني كان عنده استعداد يكمل أكتر من 10 دقايق دول اللي قعدهم معايا. بس أنا فعلا كنت خلاص مش قادرة أكمل بعد ما ارتحت. وبقى الكلب ده هو كل حاجة في حياتي، ومحدش يعرف عن السر ده أي حاجة. وفعلا ما بقيتش حاسة إن أنا محتاجة الراجل، لأن الراجل عمره ما هيعمل معايا اللي الكلب بيعمله. وبقيت كل ما أحس إن أنا محتاجة لكده أعطش الكلب قبلها ب5 أو 6 ساعات، وأجيب إزازة المية اللي تقريبا بتقعد معايا وقت طويل قوي على ما تخلص، لأني بحط نقط قليلة جدا الكلب بيفضل يلحس فيها وقت طويل قوي، خصوصا إن المكان اللي بينزل عليه المية برضو بيكون مبلول، فالكلب بيفضل يلحس مدة طويلة قوي. أنا اللي أفتكره إن جوزي عمل معايا الموضوع ده مرات قليلة، بس ما كانش بنفس اللهفة والسرعة اللي الكلب بيعمل بيها. أنا حاسة إن الكلب ده حاليا هو الراجل بتاعي، أو كمان بعتبره أرجل من أي واحد، لأنه خلاني أستغنى عن الرجالة وبقى أوفى صديق ليا. وأحلى حاجة إن الموضوع بيتعمل من غير صوت. يعني في يوم كنت عاوزاه وكنت تعبانة جدا وكنا بالليل وبناتي كانوا صحيين، رحت قلت لهم إن أنا هدخل أنام علشان تعبانة ومحدش يصحيني، وقفلت الباب بتاع الأوضة بتاعتي وعملت كل حاجة معاه من غير ما يسمعوا صوت الكلب أو صوتي. فالموضوع بالنسبة لي بقى حاجة كده عشق. أنا كل اللي عاوزة أعرفه بس هل الموضوع ده حرام ولا عادي؟ أنا كل اللي بيصعب عليا الكلب لما يكون عطشان بس. وبدأت في الفترة الأخيرة إني محليهوش عطشان قوي وبلاقي منه نفس النتيجة، لأن تقريبا مرقة الدجاج اللي بتكون على المية دي بتعجبه قوي، وبيفضل يلحس فيها لحد ما يخلصها، وأنا اللي بشيله من قدامي لأني بكون خلاص جبت أثري وما أقدرش أخليه يكمل تاني. كانت تجربة جديدة وممتعة جدا بالنسبة لي وعجبتني قوي وما بقتش أقدر استغنى عنه. بس اللي اكتشفته إني مش لازم أعطشه وأحضره مية عادي، لأن زي ما قلتلكوا مرقة الدجاج حتى لو هو مش عطشان، مرقة الدجاج هي اللي فيها السر، وهي اللي بتخليه يعمل كده معايا. بعد ما جربت الموضوع تقريبا لحد دلوقتي أكتر من 15 مرة، لدرجة إن أنا بطلت أصلا أدخل أتفرج على أفلام تاني، لأني لقيت اللي يعوضني عن كده بكتير قوي. الموضوع كان غريب شوية بالنسبة لي لما شفته وكنت خايفة أجربه، بس فعلا ياريتني عرفته وجربته من زمان. للعلم مش أي واحدة تقدر تعمل كده، لأن الموضوع محتاج الأول إنك تكوني بتحبي الكلاب، ثانيا يكون عندك الجراءة إنك تخلي الكلب يكون قريب منك، لأن دي أهم حاجة في الموضوع. الرسالة دي اتبعتت لنا من متابعين الصفحة على الفيسبوك. لو عندك أي مشكلة أو قصة ومحتاج تعرف آراء الناس فيها ابعتها لنا وإحنا هنعرضها.